اتولد في بقه معلقة دهب وأبوه من أغنى الأغنياء، بس هو ما اعتمدش عليه وبدأ من تحت الصفر لحد لما بقى أشهر وأغنى رجل أعمال في مصر وأفريقيا. ناصف ساويرس أغنى أغنياء مصر. إزاي بدأ حياته وثروته وصلت لكام وبيشتغل في إيه وليه مكملش في شغل أبوه؟ كل دي تفاصيل هنعرفها مع بعض في الفيديو ده. مين فينا ما يعرفش رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس، أغنى رجل في مصر وفي أفريقيا كلها بثروة بتقرب من 10 مليار دولار. بس الحقيقة إن الثروة دي كلها ما جاتش من فراغ. ناصف عقلية استثمارية مختلفة خالص، وقدرت تبني شبكة شركات واستثمارات بتمتد من مصر لأوروبا وأمريكا، وبتدخل في مجالات مختلفة زي الإنشاءات والطاقة والأسمدة والرياضة وحتى الموضة العالمية، وده على حسب موقع المصري لايت. ناصف ساويرس اتولد سنة 1961 في محافظة سوهاج، وهو ابن رجل الأعمال الشهير أنسي ساويرس مؤسس مجموعة أوراسكوم، واللي بيعتبر واحد من أهم رجال الاقتصاد في تاريخ مصر. وعلى الرغم إنه اتولد في عيلة غنية جدا، إلا إن ناصف ما اختارش الطريق السهل وما اعتمدش على اسم العيلة بس، لأ، قرر يبدأ من الصفر ويتعلم كل حاجة بنفسه خطوة خطوة. بعد ما خلص دراسته دخل يشتغل في شركات العيلة كموظف عادي، وفضل يتعلم تفاصيل الشغل من أصغر حاجة لأكبر حاجة، لحد لما بقى واحد من أهم العقول الاقتصادية في المنطقة كلها. واللي يعرف ناصف ساويرس كويس يعرف إنه ما بيظهرش كتير على التلفزيون وما بيحبش الأضواء زي أخوه نجيب ساويرس، لكنه معروف بهدوءه وتركيزه الكبير في الشغل وبطريقته الخاصة في إدارة الاستثمارات، وده اللي خلاه ينجح في إنه يطور شركة أوراسكوم للإنشاءات والصناعة ويحولها من شركة عائلية لشركة عالمية ضخمة وبتنفذ مشروعات بمليارات الدولارات في دول كتير حوالين العالم. ومع الوقت بدأ يوسع استثماراته بشكل أكبر، وقرر يدخل مجال صناعة الأسمدة والطاقة من خلال شركة OCI، واللي بقت واحدة من أكبر شركات إنتاج أسمدة النيتروجين في العالم، وليها مصانع كبيرة في أمريكا وتحديدا في ولايات زي تكساس وأياوا، وده على حسب موقع الشرق اقتصاد. الشركة دي أسهمها بتتداول في بورصة أمستردام وبتحقق أرباح ضخمة كل سنة، لكن ناصف ما وقفش عند كده بس، بالعكس هو معروف إنه دايما بيدور على فرص جديدة للاستثمار في أسواق مختلفة، وده اللي خلاه يدخل عالم الشركات العالمية الكبيرة ويشتري حصص مؤثرة فيها زي شركة أديداس الألمانية العملاقة، اللي بتعتبر واحدة من أشهر شركات الملابس والأحذية الرياضية في العالم، واللي ناصف ساويرس بيمتلك فيها حوالي 6% من أسهمها. كمان هو عضو في مجلس إدارتها من سنة 2016، وده دليل على الثقة الكبيرة اللي بقت الشركات العالمية تحطها في قدراته الاستثمارية على حسب موقع العربية. مش بس كده، ناصف كمان دخل عالم الرياضة العالمية من أوسع أبوابه لما قرر يشتري حصة كبيرة في نادي أستون فيلا الإنجليزي، وهو واحد من أعرق أندية كرة القدم في إنجلترا، واشتراه بالشراكة مع الملياردير الأمريكي ويس إيدنز، وده على حسب موقع اليوم السابع. وده غير استثماراته في شركات صناعية وكيماوية في أوروبا وأمريكا. وفي سنة 2025 عمل واحدة من أكبر عمليات إعادة الهيكلة لما قرر يدمج شركة أوراسكوم كونستراكشن و OCI جلوبال في كيان ضخم واحد تحت اسم أوراسكوم بحسب موقع اليوم السابع. والصفقة دي خلت مساهمي أوراسكوم كونستراكشن يمتلكوا 53% من الكيان الجديد مقابل 47% لمساهمي OCI. وفضل ناصف ساويرس هو العقل المدبر والاستراتيجي للمجموعة كلها كرئيس لمجلس الإدارة غير التنفيذي، علشان يركز على رسم المستقبل والتوسع العالمي. وكل ده خلاه يبقى واحد من أهم رجال الأعمال في الشرق الأوسط والعالم كله، ويتابع تحركاته الاستثمارية، لأن أي قرار بياخده بيكون له تأثير كبير في الأسواق العالمية. فيلا شاركونا في التعليقات وقولوا لنا، يا ترى ممكن نشوف رجل أعمال مصري تاني بيوصل لنفس النجاح؟